السلام عليكم الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. الأخوات، من بعد ما شاركت معكم الطريقة ديال الكوزة، وريت لكم كيفاش كنخدموها. دابا غنكمل معاكم على هاد الغرز هادو كيف ما كيبانوا ليكم في الفيديو. غادي نكمل عليهم حتى نتحصل على العدد اللي بغيت، يعني على العدد اللي بغيت في الطول. دابا انا هنا راه قديت الفي ديال الطوق ديالي كيف ما كيبان ليكم. غنكمل هاد السطوره هادو ديال هاد العوينات. هانتوما راه كيبانوا ليكم هاد العوينات هادو. غنتحصل على العدد اللي بغيت، تما غنفتح الكوزه ديالي والبلوطه ان شاء الله. غنكمل معاكم. بالنسبه لعدد الغرز البنات، راه شاركت معكم الفيديو السابق فيه 28 غرزه في هاد النسطوق هذا. دابا كما كتلاحظوا انا هنا كنخدم غير الحصيره سامبل، ما غندير فيها والو، غنبقى مركزه غير على هاد العوينات هادو. غنخدم هاد الغرزه هادي، غنخدم هاد الغرزه اللي حدا العوينه ديال هاد الخط هذا. غنخلي هاد العوينه هادي ما غاديش نخدم فيها، غنخدم في الكوزه اللي حداها. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا صافي. وغنكمل في الحصيره ديالي، غنخدم حتى هاد الجهه بنفس الطريقه، غنخدمها سامبل. هانتوما البنات كما قلت لكم غنخدم هاد الجنب هذا حتى هو كما خدمت الجنب الاخر، حصيره سامبل. بالنسبه لهاد الكوزه هادي تقدروا ديروا فيها 6 ديال العوينات، انا هنا درت 5، نتوما تقدروا ديروا 6 اولا ديروا 4. لكم كامل الاختيار، نتوما اللي كتحكموا في العدد ديال العوينات ديال الكوزه. كيف ما قلت لكم انا في هذا الموديل درت 5 ديال العوينات. دابا انا راه حبست غرزه زياده البنات، غير قطعت النسطوق ديالي وقديت لفي صافي، وحبست الغرز يعني اللي كنزيدوهم مع الجناب. واخا حبستهم غنبقى غنخدم على هذا الخط هذا كيف ما قلت لكم حتى نتحصل على العدد اللي بغيت ديال العوينات. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا انا دابا غنرجع بهذا السطر هذا. كنحاول نشرح لكم الطريقه ديال الخدمه كيف ما كنقول لكم دائما باش تسهل عليكم الطريقه. والصراحه هذا الموديل هذا ساهل، خاصو كيف ما كنقول لكم دائما غير شويه ديال التركيز. الراندا هي خاصها التركيز، ونركزوا على العدد ديال الغرز ديالنا اللي كنكونوا كنخدموا بيهم باش ما نبقاوش نقصوا فيهم ونزيدوا. هانتوما دابا بعد ما وصلت لهذا الخيط هذا غنخدم عليه 2 ديال الغرز. دابا تشكلت عندي العوينه بحال هادو، وغنكمل غنمشي في هاد الحصيره هادي سامبل، ما غندير فيها والو.
أنا هنا قربت نوصل للثوب. بقاو لي جوج ديال الغرز كيف ما كتلاحظوا، هذه الغرزة الأولى والغرزة الثانية. غناخد دقة في الثوب، غنحاول أنني ما ناخدش بزاف في الثوب باش هكا تجي الخدمة زوينة. ها نتوما البنات، انا غنبقى غاده جايه بنفس الطريقه كما قلت لكم في الاول حتى نتحصل على العدد ديال العوينات اللي بغيت في هذا السطر هذا اللي غنبني عليه الشكل ديال الكوزه ديالي والبلوطه. وغنرجع باش نكمل معكم الطريقه كيفاش غنفتح الكوزات ديالي في هاد الجناب هادو. ها نتوما البنات، من بعد ما تحصلت على العدد ديال الغرز اللي بغيت غنحسبهم معاكم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. غنخدم منا 5 ديال الغرز. أنا خدمت 1 2 3 4 5. غنقص هاد الغرزة هادي، عفوا غنخدم في هاد الغرزة. غنحسب، أنا غنقاد الخيط، غنحسب 1 2 3 4. هنا عندي 5. دابا هنا 6. غنخدم حتى هاد الغرزة هادي وغنقز هاد العوينة. غنخدم في هاد الغرزة هادي. ها هي خدمتها. غنحسب منها 1 2 3. هاهما 1 2 3 4 5. هنا الغرزة السادسة. غنقز هاد الغرزة هادي وغنخدم في الغرزة اللي حداها باش هكا تشكل عندي العوينة ديال الكوزة. غنحسب منا 1 2 3 4. هنا عندي 5. هانتوما البنات، بعد ما خدمت منا 4 ديال الغرز، هاد الغرزة هادي ما غاديش نخدمها. غنخرج هاد الخيط هذا في الثوب. بالنسبة لهاد الخيوط اللي كتشوفوا عند البنات، انا كنخدم عليهم حتى كنشدهم مزيان باش ملي نحيد يعني هاد الخيط هذا وكنقلب الثوب ديالي من الداخل ما كنلقاهمش تما لداخل، حيت كنكون شاداهم وكتكون الخدمة حتى من الداخل نقية. انا غنركب خيط جديد وغنرجع معكم. ها نتوما هذيك الغرزة اللي خليت الخامسة، دابا غنثبت فيها الخيط وغنمشي غنخدم في الثوب. غنشد هذاك الخيط بالصباع ديالي باش ما يطلعش معايا وغنخدم هاد الغرزة هادي صافي. وغنكمل الخدمة ديالي عادي هكا، يعني كيعطينا المنظر زوين في هاد الجهة هادي ولا في الجهة الاخرى، احسن من اننا نخرجوا الخيط ديريكت في الثوب ونرجعوا نركبوا عليه الخيط. كيبقى لينا تما واحد شوية ديال الخيط كايبان. ها نتوما البنات،
هنا غنعمر على هاد الخيط هذا جوج ديال الغراز. ها الغرزة الأولى، عندي الغرزة الثانية، غنخدم هاد 6 ديال الغراز هادو. كنخدمهم سامبل، ما كندير فيهم حتى شي حاجة. غنخدم على هاد الخيط حتى هو جوج ديال الغراز. كنبقى غادا كما قلت لكم، وانا كنحسب في الغراز ديالي خاصني نحافظ على ديك 28 غرزة باش السطوق ديالي يجي مقاد. غنخدم حتى على هاد الخيط هذا جوج ديال الغراز. صافي، وغنكمل هاد الغرز اللي بقاو لي. غنخدم هنا هاد الغرزة صافي، وغنخدم في الثوب. ها نتوما البنات، بالنسبة للغرز ديال 28 كنخلي 5 د الغرز في هاد الجهة، كنحل العوينة ديال الكوزة ديالي، كنخلي 6 د الغرز في هاد الجهة، وكنحل العوينة ديال الكوزة ديالي. بنفس الطريقة كنخلي 6 ديال الغرز هنا ما بين هاد الكوزة وهاد الكوزة، وكنخلي 5 هنا. انا دابا غنحل الكوزة ديالي كيف ما حليت هاد الكوزة هادي، وغنرجع غنوريكم الطريقة كيفاش كيتلاقاو ما بين هاد الكوزة وهاد الكوزة مع هاد الكوزة هادي، باش هكا نسالي معكم هاد الفيديو هذا ان شاء الله. ها نتوما البنات، من بعد ما لقيت الكوزات ديالي وحده مع الاخرى، يعني مشيت بنفس الطريقه ديال هاد الكوزه هادي. بعد ما خدمت هاد السطر هذا حليت الكوزات ديالي كيف ما شرحت لكم، كنخلي 5 الغراز في هاد الجهه، كنفتح الكوزه ديالي كنخلي 6 الغراز في هاد الجهه هادي، وكنفتح الكوزه ديالي نفس الشيء كنخلي 6 الغراز هنا، وكنخدم الكوزه ديالي 5 الغراز في هاد الجهه هادي صافي. وهكا كيف ما كتلاحظوا معايا، انا لقيت الكوزات ديالي مع بعضياتهم، راه فتحتهم كيف ما فتحت هاد الكوزه هادي. يعني الا تلفتوا غترجعوا لهاد الكوزه هادي وغتحلوا هاد الكوزه هادي بنفس الطريقه. غنسدها، يعني غنسد الكوزه ديالي بهاد الشكل هذا ديال هاد الكوزه، وغنخدم بحال هاد الخطوط هادو في كل وحده من هاد الكوزات هادو. بالنسبه لهاد الكوزات هادو البنات، انا راه كنت شاركت معكم في واحد الفيديو سابق، ما كنتش بديت معكم البدايه، يعني خدمت معكم من الوسط، وكانت طلبتني واحد السيده انني نبدا ليها من الاول. انا لبيت ليها الطلب ديالها، انا بديت لكم من